خروج أبو السعد من باور وكل الدراما والفوضى اللي شفناها مع دخول الفالكون، وتحديدا بعد أول مقطع نزله في اليوتيوب. أغلبكم شاف إعلان دخولي الفالكونز، وبعد أكثر من 100 يوم قطعة ترجع وتدخل الفالكونز بدون ما تعلمنا. لكم حق يا جماعة إني أوضح أكثر من حاجة، وأول شيء أعتذر على القطعة الطويلة، ولكن إيش الأسباب اللي خلته يطلع أصلا من باور؟ إيش قصة المحامي على موضوع خروجه؟ موضوع الفلوس اللي ما استلمها للحين؟ وكيف شفنا رد قوي وبيان فيه تصعيد من إدارة باور لأول مرة على السوشيال ميديا يردوا فيه على كل هذه المهاترات وكل الفوضى اللي صارت في السوشيال ميديا. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ايش مسويين؟ معاكم بوتر، رجعت لكم بفيديو جديد وعشان نتكلم عن كل شيء صار في اليومين اللي راحت. طيب ما راح اطول عليكم في المقدمة ابدا، هذا كود الستور ناقص حرف واحد بس، وشكرا لكم على وصولنا المركز الاول على العالم باللغة العربية في تويتش، وعلى كل الدعم في باقي منصات السوشيال ميديا. طيب شباب، ايش اللي صاير بالضبط مع ابو السعد؟ خروجه من باور، دخوله الفالكون، وكل الفوضى اللي صارت سواء في موضوع خروج بمحامي، المبالغ المالية اللي لسه استلمها، ورد إدارة باور والتصعيد في نهاية الموضوع. طيب في البداية، واذا ما كنت تعرف وللأمانة ما يحتاج اقول، ابو السعد والمعروف لا يعرف، وخصوصا في آخر سنتين كان من أشهر صناع المحتوى في السعودية أو حتى نقول في الميدل إيست والشرق الأوسط. بدايات أبو السعد كانت سنة 2020، وبدايته نقدر نقول كانت ديسنت، وكان واضح عنده الإمكانيات بأنه يكون اسم كبير، وهذا اللي صار بعدها. طيب خلينا نمشي في الزمن شويتين. في شهر سبتمبر عام 2022 كان توها منتهية أكاديمية باور، واللي طبعا كان جزء كبير منها أبو السعد. تخيل من بين آلاف المشتركين تأهل لتوب 50، بعدها التوب 10، لكن ما توفق في النهاية وما كان الفائز والمنضم لفريق باور. من أصل 8000 قدموا، والحمد لله كنت من ضمنهم، وبعدها تصفيات وصلنا ل10، والحمد لله برضه كنت من ضمنهم، وآخر شيء أخذوا شخص واحد اللي هو إكنو ويزي. طبعا إكنو أقسم بالله إنه يستاهل، وإنه ممكن أكثر شخص قعدت أسولف معاه من ال10. أبو السعد كمل في طريقه وقتها لحد ما انكتب له هذا الموضوع في بداية سنة 2023 وتحديدا فبراير، وزي ما الكل متوقع انفجر أبو السعد مع باور، لحد ما الحين قناته في اليوتيوب قريب من 2 مليون مشترك. وجوده كان واضح بقوة للأمانة في كثير سلاسل ناجحة، سواء مع صناع محتوى باور أو حتى في قناة الفريق وقناته. الكيمستري والتناغم كان واضح بين أبو السعد وكثير صناع محتوى في تيم باور، لكن في نهاية 2024 كل شيء يتغير. من شهر نوفمبر ولحد ما دخلنا على سنة 2025، تخيل عدت 3 أشهر وأبو السعد ما نزل أي مقطع على قناته. الناس كلها كان ودها تعرف إيش السبب، وهنا راح نوصل لبداية شهر فبراير، يوم شفنا كل حسابات الأخبار بتتكلم على تسريب كبير في الكوميونيتي وفي ساحة صناعة المحتوى في المجال. مو بس اسم واحد، لا، كانوا بيتكلموا على أسماء صناع محتوى انتقلوا بين منظمتين من أكبر المنظمات اللي موجودة عندنا. مو بس كذا، شفنا كثير حسابات كانوا بيحطوا اللون الأحمر والأخضر. يعني الموضوع كان واضح إنه الانتقال صار بين باور وبين فالكون. ما يحتاج أقول لك قديش الجمهور وقتها اشتغل تحقيقات، هل الخبر هذا أصلا صحيح؟ وفي حالة كان صحيح، مين هذه الأسماء اللي بيقصدوها كل هذه الحسابات؟ ويا قوة الجمهور في ذاك الوقت، لأنه حرفيا ما كان في إلا اسمين. أول اسم كان أبو السعد، والاسم الثاني كان أحمد شو، واللي برضو داير عليه كلام كثير في اليومين هذه بأنه خرج من باور، خصوصا مع كلام ناس كثير بأنه حساب منظمة باور شال الفولو منه. طيب نرجع لأبو السعد. كل الكلام وتسريبات الحسابات طلعت صحيحة، لأنه قبل يومين شفنا الإعلان الكبير من فالكون عن صانع المحتوى رقم 13، واللي كان أبو السعد. وما يحتاج أقول لك عن الفوضى وانفجار هذا البوست، لدرجة أتوقع أنه كسر أرقام قياسية لأعلى بوست إعلان صناع محتوى، لأنك تتكلم على 37,000 لايك وحط معها 14 مليون مشاهدة. توترني انت وياه، انا وزني كل سنه ثابت، المشكله دائما عندي في الكتب. مرحبا بكم في قياس الوزن السنوي، رقم 5.
يا عيال عديت. يا عمري جاك يا عمري، اقسم بالله يبغى لها صوره يا شيخ. طيب ابو السعد بعدها نزل هذه التغريده على تويتر، وللامانه كانت غريبه شويتين، لانه زمان متعودين اذا صانع محتوى لاعب او اي شيء كان اذا خرج من منظمه بيعلن قبلها بفتره قبل دخوله للمنظمه الثانيه، لكن شفنا شيء جديد من ابو السعد، اعلن خروجه من باور ودخوله الفالكون في نفس التغريده، وراح اعطيك لفه على كل الردود والتعليقات، وما يحتاج اقول لك الفوضى اللي صارت فيها. جزء واقف مع ابو السعد بغض النظر عن الاسباب لانه وقتها ما كانت واضحه للطرفين، وجزء كانوا بيقولوا انه خاين وانه ناكر الجميل، وفي جزء للامانه كان محايد وقتها. طيب بوتر، ابو السعد خرج من باور راح لفالكون، الامور طيبه، لكن راح ارجع واقول لك اذا كنت تفكر الموضوع راح يوقف هنا فانت غلطان، لانه بعد اعلان دخول ابو السعد لفالكون اوريدي كان في هجوم كبير من الجمهور على اداره باور، على اساس انه باور اوريدي فرطوا في اسماء كبيره من قبل زي مودي، رائد، زيد واسماء كثير قبلهم، وخليني اقول فيديو ابو السعد الجديد مع فالكون زاد الطين بله وخلى الكوميونتي كله يقلب على اداره باور بما فيهم ناس من جمهور باور نفسهم. لله حق ان شاء الله ما راح يضيع، فيه مبالغ ما استلمتها وان شاء الله انها جايه في الطريق. وللتوضيح فيه تفاصيل واسباب خلتني اطلع اهم بكثير من الاسباب الماديه اللي ذكرتها، ولكن احتراما لبعض الاشخاص ما راح اشاركها، وايضا لان ما هو ضروري انكم تعرفون هذه الاشياء، لكن تاكدوا اني ما طلعت فقط الاسباب. طيب بنشوف انه ابو السعد بيتكلم على انه لسه عنده مبالغ ومستحقات ماليه ما استلمها في سيناريو بيتكرر مره ثانيه وثالثه مع صناع محتوى كثير طلعوا من هذه المنظمه. ابو السعد كمل في كلامه بيقول بانه كان بيدور على انه يخرج بطريقه سلميه وبدون اي مشاكل، لكن هذا الموضوع ما نفع في النهايه، وتخيل اضطر يخرج عن طريق محامي. على اثر هذه الامور عشان اكون على صفحه بيضاء قدامكم وواضح، طلعت بمحامي وهذا حق قانوني لي 100%، وفي الاول ما يحتاج احكي لك قديش كل الكوميونتي قلب على اداره باور، وهنا راح نشوف سيناريو جديد. على قد ما شفنا اتهامات كثيره وكلام كثير في نفس هذا الموضوع، لكن ما كنا بنشوف اي بيان او تصريح من اداره باور، لكن يوم امس شفنا تغريده على تويتر راح تغير كل شيء، ورد قوي وتصعيد من اداره باور على فيديو ابو السعد وعلى المهاترات والفوضى اللي صارت في السوشيال ميديا بسببه. تخيل البوست لحد الان واصل قريب 9 مليون مشاهده وتتكلم على اكثر من 9000 لايك. اداره باور يقولوا بانه جاتنا اتهامات كثير مغلوطه وما لها اي اساس من الصحه، وانه عقودنا لسه ملتزمين بها ومكملين بها بغض النظر. يعني بكل اختصار انه عقد ابو السعد لسه مستمر مع منظمه باور. اداره باور بيقولوا انه خروج ابو السعد بهذه الطريقه في مخالفه واضحه وصريحه للعقد اللي بينهم. بنشوفهم بعدهم بيكملوا بيقولوا انه ما ودهم هذا الشيء ياثر على المجال حاليا وعلى الالتزام بالعقود بين صناع المحتوى وبين المنظمات، وانه اداره باور راح تاخذ اجراءات قانونيه عشان يحفظوا حقهم. لكن سيب لي كل هذا البيان على جهه، واخر بارت من البيان للامانه كان قصه ثانيه. اداره وتيم باور بيقولوا بانه اذا انت كان عندك حق او اي مطالبات، فالاولى بدل ما انك تسوي مهاترات وكلام كثير وفوضى في السوشيال ميديا، الافضل انك تتوجه للجهات القانونيه لانه فعلا مكانها هناك. وبدون ما تطلب راح اديك الردود والتعليقات واللي انفجرت برضو على هذا البوست، وراح اكملها بدحومي 3 تسعات، واللي زاد الطين بله وكمل الناقصه يوم نزل هذه التغريدات على تويتر. يعني مثلا هذه التغريده تخيل جابت 18000 لايك و14 مليون مشاهده، اعلى حتى من اعلان ابو السعد لفالكونز. منزل هذه الصوره وواضح القصد منه ما يحتاج اقول لك، بيقول انطرت من قصر باور لاني طالبت بمستحقاتي. يعني في اسقاط واضح للامانه على نفس موضوع ابو السعد. بعد تغريده الله يهدي النفوس، تغريده ابو السعد هطف، ومن الجهه الثانيه وراح اختم بهذه التغريده من التشيرمان والرئيس لتيم فالكون واللي هو مساعد الدوسري. وزي ما قلنا على تغريده دحومي يكفي بس احط لك هذه الصوره وتعرف ايش القصد من وراها، وفيها اسقاط برضه على انه راح يكون في اجراءات قانونيه وانه المحامي راح يكون لي. فللامانه وبعيد عن كل شيء صار، تيم باور وفالكون عينين على راس، وفي نظر الكثيرين او نقدر نقولها صراحه افضل واقوى منظمتين موجودين في الساحه حاليا. نتمنى التوفيق لهم الاثنين، ونتمنى التوفيق لابو السعد في رحلته الجايه مع فالكون. قبل ما اختم الفيديو ابغاك تعطيني رايك في التعليقات على مين تشوف الغلط، هل انت في صف ابو السعد وفالكون او في صف تيم باور، او انت راح تاخذ الحياد لانه لسه في اشياء كثير ورا الكواليس ما نعرفها عن الطرفين. وفي النهايه هذا كان كل اللي عندي في الفيديو لهذا اليوم. يعطيكم الف عافيه شباب على المشاهده، خلونا نشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.